في إطار سعي الدولة لتحسين ظروف المعيشة تاع فئة المتقاعدين، أعلنت الحكومة الجزائرية هذه الأيام على مجموعة قرارات جديدة تهم الناس اللي راهي خارجة في التقاعد واللي ينتظروا دعم وتقدير بعد سنين الخدمة. زيادات معتبرة في المعاشات. واحد من أبرز القرارات اللي صدرت مؤخرا هو رفع معاشات التقاعد بنسبة تتراوح بين 10% و 15%، وهذا الشيء دخل حيز التنفيذ بداية من ماي الفارض. الزيادات هذه مست مختلف الفئات حسب قيمة المعاش، وكانت فرصة للعديد من المتقاعدين باش يتنفسوا شوي في ظل الغلاء اللي راهو ضارب كل شيء. المتقاعدين اللي عندهم معاشات ضعيفة كانوا أكثر ناس استفادوا من هذا القرار، واللي جاء في إطار سياسة الدولة لدعم القدرة الشرائية للناس خاصة كبار السن. تسهيلات في الخروج للتقاعد في التعليم. زيادة على هذا كان خبر آخر مفرح للناس اللي خدموا في قطاع التعليم. البرلمان صدق مؤخرا على تعديل في قانون التقاعد يسمح لأساتذة التعليم باش يخرجوا للتقاعد قبل السن القانوني. الرجال يقدروا يخرجوا من 57 سنة، النساء يقدروا من 52 سنة. هذا التسهيل جاء بعد ما داروا دراسات على الضغوطات اللي يعاني منها المعلمين، وشافوا بلي لازم نوع من التخفيف عليهم خاصة في المراحل المتقدمة من العمر. تنظيم جديد لصرف المعاشات. CNR اللي هو الصندوق الوطني للتقاعد أعلن هو الآخر على تنظيم جديد في صرف المعاشات. بدل ما يكون كامل الناس يروحوا لنفس اليوم، راح يتم الصرف حسب الرقم الأخير لحساب CCP تاع كل متقاعد، وهذا باش يتجنبوا الازدحام في مراكز البريد خاصة في المناطق اللي فيها كثافة. تسهيلات إلكترونية للوثائق. في خطوة نحو الرقمنة، تم إطلاق منصة وتطبيق روتريت دي زاد، وين يقدروا المتقاعدين يديروا بزاف إجراءات بدون ما يتنقلوا، بحال تجديد الوثائق أو التحقق من الوضعية تاعهم. الوثائق الإدارية كما بطاقة التعريف أو إثبات الحياة تقدر تتجدد إلكترونيا حسب تواريخ الميلاد. خلاصة، هذه القرارات الجديدة تعتبر خبر مفرح للناس اللي عطات سنين طويلة من عمرها في الخدمة. الدولة بدأت تعترف بالجميل وتحاول تحسن الظروف تاع المتقاعدين، سواء بالزيادات ولا بتسهيلات في الخروج للتقاعد ولا بتنظيم أحسن وأبسط في الإجراءات. الناس اللي راهي قريبة للتقاعد ولا عندها أولياء متقاعدين راح تلاحظ الفرق قريب، خاصة في المداخل الشهرية والتنظيم. بالتالي نقدر نقول اليوم باللي المتقاعد في الجزائر ولا يسمع أخبار مفرحة ويشوف خطوات ملموسة بعد سنوات من الانتظار.